أهلا بيكم من جديد. يلا نصلي على النبي كده ونشوف قصتنا إيه اللي هتكون مع بنت فقيرة شغالة في إذاعة الراديو. مطلوب منها تعمل مقابلة مع ممثل مشهور وإلا هتترفد من الشغل وهتكون في الشارع مع أمها الكفيفة. تعالوا نشوف الكلام على إيه. بيبدأ المسلسل مع بنت جميلة اسمها عزة، كانت شغالة في إذاعة الراديو بس كانت كاتبة مش أكتر يعني. كانت واخدة مكان مذيع الراديو السكران اللي اسمه حامد اللي كان متأخر كعادته، والمدير جمعهم بالشكل ده وكان بيشد في شعره. وقتها عزة قالت له ثقة في الله، هدور على حامد واجيبهولك. على الجانب التاني من المسلسل بنشوف بطلنا وكان ممثل مشهور من عيلة غنية اسمه حسن. وقتها واحد من الصحافة قال له مش غريبة ان فيلمك ينجح والقصة فيه فاضية، ولا عشان انت امك صاحبة وكالة الاعلام؟ فحسن رد عليه وقال له الغيران مننا يعمل زينا. بنروح لعزة اللي قدرت انها توصل لحامد وكان سهران وبيشرب كعادته. وقتها موبايلها رن فخرجت بره بسبب صوت المزيكا، وقفت قدام الاسانسير اللي كان فيه حسن الممثل. اول ما شافها ما شالش عينه من عليها. لما الاسانسير قفل فتحوا تاني على اساس انها هتركب معاهم، حجج فرغ. المهم بترجع تاخد حامد بيه عشان تفوقه وبتركب الاسانسير، وكان حامد مش في وعيه خالص. من هنا بنشوف حسن اللي رجع تاني واتضايق اول ما شاف حامد ساند على عزة اللي كانت عارفه انه الممثل حسن بس كانت بتكرهه وبتقول عليه متكبر ومغرور. لما حسن لقى حامد زودها بلمسه واحده من ايديه، رجع راسه لورا بعيد عن عزة اللي قالت له متشكرين يا عم، خلي بالك ده المذيع بتاع المحطه بتاعتنا، لا تفكر حاجه كده ولا كده، انا بنت ناس يابا. بقول لك صحيح ما تيجي المحطه ضيف شرف وكده، ولكنه رفض بكل تكبر. وقتها بترجع لاصحابها وبتكون مفروسه من تكبر حسن، وافتكرت ان من 4 سنين كان السبب في انها تقع على الارض. في الوقت ده مدير اعمال حسن كان مصمم انه يمشي معاه لكنه رفض واخد العربيه ومشي لوحده. بيفتكر يوم ما المجرمين هجموا عليه وكانوا عايزين قتله، لكنه فاق من الكابوس اللي كان كل يوم بيطارده. تعال نروح لعمك ده واللي كان عامل فيها هندي. راح قابل المدير وبنعرف ان ده المنتج بتاع المحطه واسمه توفيق، هو لايق عليه. بتروح عزة تعرف فريقها ان توفيق وصل، ولكن طنط بهيجة اللي هناك بتفضل تزعق لها وتقول لها فين حامد اللي قلت انه جاي. وفجأة بيظهر خبر على النت ان حامد ساب كوريا وراح بلد تانية، وبكل بجاحة بيتصل بعزة وهو في المطار وقال لها انا زهقت من النجومية. وعزة كانت في العربية بتصوت على اخرها من اللي عمله. بتوصل المطار وبتديله حتة قفا انما ايه جامد جدا. قالت لي واد انا حذرتك لو نزلت تحت الارض هجيبك من قفاك. ولكن معجبين الاستاذ بيخلوه يهرب ويركب الطيارة كمان. وبترجع لمكتبها وهي مكتئبة، ده كمان الكتابة بتاعتها لقيت الفريق مبهدلها وواكل عليها كمان. فبتقرر تستقيل وبتاخد فعلا حاجتها وبتمشي. بتروح لمامتها والاتنين بيفضلوا يحكوا مع بعض، وبيبان ان مامتها للأسف مش بتشوف. وفي الاخر امها بتاخدها في حضنها وبيناموا. وفي اليوم التاني بيجي لها اتصال من الواد المنتج فبتطير تروح له وبياخدها للمحطة من تاني، وبيقف قدام صورة حسن الممثل وقال لها لو قدرت تخلي حسن يجي المحطة ويكون منسق الأغاني ليها هخليك الكاتبة الأساسية للمحطة. فبترجع البيت وبتفضل تعمل سيرش كتير عنه، وبتعرف ان حياته كلها مملة، كل يوم نفس الروتين. في يوم جديد بتروح له موقع التصوير وقالت له ايه يا اسطى فاكرني انا البت بتاعت الاسانسير؟ لكنه عمل فيها اهبل وتقيل وقال لها مش فاكر انت مين. المهم بتعمل نفسها ما سمعتش حاجة وقالت له انا جبت لك الاكله اللي انت بتحبها، وبتقول له عايزاك ضيف شرف في البرنامج، لكنه بيرفض والامن بيجي ياخدها. وهي ماشيه بتسمع 2 بيتكلموا وبتعرف انهم محتاجين لممثله بديله تكون شاطره في السباحه. على طول بتلبس الزي بتاع المشهد وبتروح لحسن، والكل بيوافق انها تلعب الدور، وفعلا هي اللي بتمثل فيه. لكنهم بيستغلوها وبتعيد المشهد اكتر من مره. في المره الاخيره بان عليها التعب، وده اللي حسن لاحظه. لما بتنزل الميه بتتعب تحت وحسن بيكون مستني خروجها، ولما بتظهر غروره وتكبره بيخليه يتردد انه يساعدها فبتسيبه وبتمشي. لما بيجي الليل بيعرض عليها انه يوصلها بالعربيه عشان رجليها اللي بتوجعها، بعد ما رفض انه يشارك معاها في الاذاعه. فقالت له انا لو همشي زحف مش هخليك توصلني. فبيروح يشيلها وبيحطها في العربيه وبيوصلها لحد البيت. في الحال مدير اعماله او العصفوره بتروح تبلغ ام حسن بكل حاجه وانه وصل البنت عزة لبيتها وبسببها اتاخر على ميعاد تصوير اعلان. في يوم جديد بتقابل عزة المنتج وقالت له انها فشلت في اقناع حسن، وقالت له ان الواد ده مجنون وفكر تجيب حد غيره. بيروح حسن يقابل مامته وكان كلامها كله قسوه ومش في دماغها غير الفلوس وبس. فبيرجع حسن ينام لكنه مش بيعرف، فبيخرج وبيكلم صاحبه كان الدكتور بتاعه اصلا وطلب منه حبوب منومه. نروح لعزة اللي كانت بتسأل عن ممثلة مشهورة عشان تعمل معاها حوار. فحسن بيشوفها وبيشدها من ايديها بالشكل ده وبيخليها توصله لانه ما نامش من امبارح. قال لها معاكي نص ساعة قولي فيها اللي انت عايزاه. فقالت له انا كاتبة جامدة اخر حاجة وعايزاك تكون ضيف شرف في البرنامج بتاعي. فقال لها انت عارفة انا باخد كام في الحلقة الواحدة يا ماما؟ هوب جه مطب، فالواد لحقها بسرعة قبل ما تتخبط. لما بيوصلوا قال لها انا اديتك فرصة بس برضه ما اقتنعتش وبرفض. حاولت معاه كتير لكنه قال لها ما تظهريش قدامي تاني. فبتتضايق وبتمشي. منك لله يا شيخ، اقسم بالله لا اقرفك وامشي وراك في كل مكان.
لما بيجي الليل بتسهر مع أصحابها وبتشرب كتير قوي لدرجة إنها بتنام في أي مكان وهي مش حاسة بنفسها. لما بتصحى بتلاقي نفسها في بيت حسن. في الوقت ده أم الحرباية بتوصل البيت وبتشوفها، فقالت له إيه ده يا أستاذ؟ فقال لها إنه هيوقع عقد معاها في الإذاعة وأنا مش همثل في الفيلم اللي أنت جايباه. طبعا بتسمع عزة كلمتين مش حلوين خالص وبتمشي. حسن قال لها هنتكلم بعدين. لما بيجي الليل حسن بيعمل عنها سيرش وبيسمع فيديوهاتها. أما عزة فكانت بتتهزق من المدير بسبب فشلها في إنها تجيب حسن للمحطة. حتى بهيجة كانت عمالة تزعق لها. ومن هنا وصل حسن وقال لعزة أنا وافقت أسجل معاكي في الراديو، وأخدها من إيديها قدام الكل، العب يا أبو علي يا جامد. لما بيرجع البيت بيقول لصاحبه أنا مش عارف وافقت إزاي إن أكون معاها في البرنامج. أما هي فكانت عمالة تفكر فيه. في اليوم التاني بتروح له عشان تفهمه أصول الشغل والمواعيد اللي هيسجلوا فيها البث المباشر، وبيكون معاها عقد حسن كان هو اللي عامله وفي شروط كتير زي إن عزة تسمع كلامه في كل حاجة، وإنه لما يحب يسيب البرنامج هيسيبه، وإن هو اللي يختار بنفسه مين اللي هيسجل معاه. بتضطر إنها توافق وبتاخد رقم صاحبه الدكتور عشان تتواصل معاه لأن حسن مش معاه تليفون. بعد كده بنشوف حسن وهو بيمثل مشهد في الفيلم بتاعه، كان قدامه ممثل تاني وقتها رجع فلاش باك، وبنعرف إن الممثل ده كان استغل إن عزة سكرانة وكان واخدها لبيته لولا تدخل حسن في الوقت المناسب. وقتها حذره بالسيف إنه لو قرب منها تاني هيشقه نصين. وهو في الطريق للبيت عزة بترن على الدكتور، ومن حركات إيد حسن بان إنه بيغير. بعد كده بنشوف أم حسن وهي معاها ممثلة حرباية اسمها نهى، كانت حاطة عينها على حسن اللي لما قابلها ما ردش عليها حتى السلام وما كانش طايق أمها. وبعد كام يوم بنشوف عزة وهي باستقبال حسن في المحطة لأول لقاء ليه. الكل في المحطة كان مبسوط بوجوده، حتى المدير اللي لبس بدلة العيد وبان عليه النظافة في استقباله. وبعد ما بيخلص بتوصله عزة وبتشكره. وقتها بتقابل بهيجة اللي بانت عليها الغيرة، وقالت له هعتبر انك انتي منافسة ليا من هنا ورايح. ولما بيجي الليل بتحتفل عزة مع فريقها وبتروح البيت تحتفل مع مامتها بسبب ترقيتها، وبتاخد مامتها وبتخرج بيها بره شوية. في اليوم التاني بيجي لها اتصال من ام حسن، بتروح تقابلها وقالت لها انت هتاخدي ساعتين من ابني كل يوم وده هيكون متعب جدا بالنسبة له، بس مادام هو راضي خلاص، بس النص اللي هو هيقوله في البرنامج يتبعت لي الاول عشان اشيك عليه. لكن حسن بيظهر وقال لها النص ابعتيه ليا انا وبس. بس الولايه ما سكتتش، قالت لها حوار انك تقابليه كل يوم ده مش عاجبني، الناس هتفتكر انك حبيبته. فقالت له لا 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 ما تقلقيش يا حاجه خالص، ابنك ده مش النوع اللي يعجبني ابدا، لا مؤاخذه يا استاذ حسن يعني. في الوقت ده بهيجه كانت بتخطط لتخريب برنامج عزه، اللي اتصلت بالدكتور عشان تكلم حسن اللي كان بيتمرن على القتال. وبعد ما خلص كلمها فقالت له لو فاضي دلوقتي نتكلم، لكنه قال لها انا مشغول جدا النهارده وبكره. ولكن الدكتور قال لها انه كذاب وفاضي. وقتها المنتج بياخد التليفون وبيستفزه بكلمتين خلوه يجري على المكان اللي هم فيه، وقال له خير يا اسطى الكلام على ايه؟ بيتضايق لما المنتج حط ايده على عزه، فحسن قال له انت ما كنتش ضمن الاتفاق وكلامي مع عزه وبس، والا هعتذر عن البرنامج ده. فالمنتج قال له يا عم كنت بهزر ما تبقاش قفوش كده. وبتخلص السهره وكل واحد بيرجع بيته، وحسن كان طول الليل بيفكر في حركات المنتج مع عزه وكان غيران جدا ومتضايق. وفي اليوم التاني بيروح هو والدكتور رحله مع عزه في مركب على البحر. من هنا المنتج بيتعب من دوار البحر، فعزة كانت بتساعده ومعاه، وطبعا حسن كان على آخره. بعد كده بيوصلوا لوجهتهم وبيكونوا مستنيين الأتوبيس في عز البرد. لما بيتأخر بيقرروا إنهم ياخدوها مشي. بيوصلوا بقى وبياكلوا بيهزروا وبيصوروا وبيقضوا وقت ممتع مع بعض، إلا الكئيب ابن الكئيبة حسن اللي المنتج رمى عليه تلج، حتى الدكتور هو كمان عمل كده. لما بيوصلوا للبيت عشان يرتاحوا عزة قالت للمنتج إنها نسيت شنطة اللاب على المركب وإنها لازم ترجع لرصيف المينا عشان تجيبه، فقال لها هاجي معاكي، لكنها رفضت وقالت له خليك انت واعمل الاجتماع لحد ما اجي. وقتها بتلاقي مواصله تاخدها للرصيف، لكن حسن بيظهر فجاه بيروح معاها لانه خايف عليها، وقال لها انت نسيت الشنطه عشان كنت بتدلعي مع المنتج ومش منتبهه لحاجتك. الاتنين بيوصلوا لهناك وبتلاقي الشنطه وبيرجعوا يركبوا الاتوبيس. وقتها حسن بيرجع فلاش باك ورا وبتبان عزه وهي صغيره، وهو كان عارفها من زمان وكل واحد فيهم بيفكر في حاجه مختلفه. من هنا السواق بينزلهم وبتكون دي اخر محطه ليه. بعدها حسن بيخبط في راجل عجوز اللي أخدهم لبيته لحد النهار ما يطلع. حسن مش بيرتاح وبيكون بيلبس وماشي، والعجوز كان جايب لهم الأكل وترجاه كتير إنه يستنى. وبيبان إن العجوز تعبان نفسيا وكان عنده ابن وتقريبا مات أو مرجعش البيت من سنين، وكان العجوز مفكر إن حسن هو ابنه، فبيتعشوا مع بعض وبيناموا في بيته. بس حسن بيقلق فبيخرج بره وبيلاقي عزة صاحية، وبعد وقت كبير بتنام على كتفه بالشكل ده وبياخدها لجوه وبينام جنب منها. لما بتصحى مش بتلاقيه، بيكون في عربيته وراجع للمدينة من تاني مع مدير أعماله اللي لما وصلوا قال له أنا هستقيل عشان تجيب واحد على مزاجك، والاتنين بيكونوا صحاب من 10 سنين أصلا، ولكن حسن بيرفض. بتلف بينا الكاميرا على بهيجة وهي مع أم حسن عشان يبوظوا شغل عزة ويخلعوها من حسن.
اللي راح المحطة عند عزة وبدأ في التسجيل، وكان الأداء ممتاز جدا. وبهيجة بتخطف الورق من عزة وبتعرف إن حسن غير الكتابة بتاعتها وعمل من دماغه. فبعد التسجيل بتروح عزة تعاتبه وقالت له مش من حقك تعمل كده، على الأقل كنت قريت النص اللي أنا كاتباه الأول. وبتمشي وهي حزينة، ووقتها المنتج كان وراها وبيهزر معاها كعادته وقال لها يلا عشان أوصلك. من هنا حسن غار وراح قال لها أنا اللي هوصلك. فالمنتج قال له إيه يا اسطى، هي مش واقفة مع راجل ولا أنا كيس جوافة قدامك ولا إيه؟ والاتنين بدأوا يتخانقوا عليها، والمنتج بيزقها بالراحة كده وقعت على الأرض. وقالت لهم على فكرة يا جدعان دي مش أصول، وبتسيبهم وبتمشي. كل واحد منهم بيركب عربيته وبيتسابقوا وبيجروا ورا بعض. الغريبة إن حسن بياخدوا البيت والاتنين بيشربوا وبيسكروا مع بعض، مع إن حسن مش بيشرب أصلا. في اليوم التاني بنشوف نهى السوسة وهي في المحطة، وكانت عارفة إن النهاردة ميعاد تسجيل حسن، بس محدش بيهتم بيها لأنها ممثلة فاشلة أصلا. بيوصل حسن وبيتم التسجيل، وقتها واحد من المستمعين بيتصل بيه وبيفضل يشتمه ويهزقه، والكل كان بيضحك على آخره. فحسن قال لهم يا جدعان افصلوا الخط ونبدأ من جديد، والباشا ما كانش يعرف إنهم على الهوا وإن ده مش تسجيل. وبعد ما بيخلص بيروح مع المنتج المكتب وقال له أنا اتفقت إن مفيش بث مباشر. فالمنتج فرجه على فيديو لما كان سكران معاه وخلاه يوقع على عقد خاص بيه. بتجري عزة ورا حسن تعتذر له، لكنه قال لها أنا هسيب البرنامج. الأخبار بتنتشر على النت، وأمه بتشوف الخبر وبتفضل تزعق لأبوه معرفش ليه، وبتتصل ببهيجة وقالت لها يلا وريني شطارتك واقضي على عزة، اللي تاني يوم راحت الشغل ولقيت الكل متغير معاها بسبب إن حسن ساب البرنامج. بعد كده بنشوف حسن وهو مع أمه اللي قالت له فكك بقى من البرنامج، وفجأة التليفون بيرن وبنعرف إن عزة نسيت تليفونها مع حسن. كانت مامتها اللي مش عارفة تعدي الشارع بسبب إن حد سرق شنطتها، فحسن راح لها جري وأخدها في العربية، وما كانتش تعرف إن ده حسن، وكانت عمالة تشتم عليه وإنه متكبر ومغرور. وبتاخده البيت وبتجهز الأكل ليه. من هنا عزة بتوصل وحسن شاور لها إنها ما تقولش إنه هو عشان أمها ما تتحركش. شوية والمنتج بيوصل هو كمان وكلهم بيتعشوا مع بعض. بعد كده حسن بياخد عزة عشان تشرح له الإذاعة عاملة إزاي وإنه ما يقعش في نفس الغلط تاني. بيفضل حسن سرحان فيها لحد ما بتنام من التعب، وهو كان برضه باصص لها. بيفضل حسن يتصل بيها كل يوم لأن عزة جابت له تليفون. بعد كده بيروحوا الاتنين لمدرسة أطفال وبيعملوا هناك التسجيل التاني ليهم. وبعد ما بيخلصوا حسن بيقابل عزة وبيكون بيفتكر حبه القديم اللي كانت مش بتشوف. وقتها بيقرب من عزة جدا وبان إنه بيحبها. بعد كده الاتنين بيرجعوا البيت وكل واحد فيهم بيفكر في اللي حصل، وفي يوم جديد بيعزمها على العشاء في البيت بحجة إنهم هيراجعوا الحلقة مع بعض. من هنا أم الحرباية بتوصل وبتقول لها أنا مش عارفة أنت لازقة فيه ليه، والله يا حاجة ابنك اللي لازقة، وبتطردها من البيت. ولكن حسن بيرد عليها وقال لها من الأفضل إن أنت اللي تمشي مش هي، لكنها باردة ما اتحركتش. فقام حسن يوصل عزة للبيت. في اليوم التاني كان في بث مباشر لحسن، وبيبان إن عزة بتكتب له وهو بيقرأ، وده لأن في حد بوظ النص بتاعها. لما بتخرج بره بتكون السوسة بهيجة، بس الشهادة لله المنتج روق عليها قال لعزة أنت ساكتة ليه؟ هي هنا زيك بالظبط، انت مش اقل منها في حاجه عشان تقفي وانت خسرانه كده. والغريبه بقى ان نهى قابلت عزه وادت لها دعوه لحضور حفله مهمه، وشكل كده ناويه على الغدر. بتروح عزه فعلا وبيتقابلوا هناك. وقتها حسن رن عليها وعرفت الحربايه نهى ان حسن معاه تليفون، اتصلت بيه وكانت اخدت الرقم من عزه فقالت له يلا مستنياك، فقال لها مش جاي. ولكن اول ما عرف ان عزه موجوده راح لها واخدها من هناك واعترف لها بحبه وانه معجب بيها. بتشوفهم نهى وهم مع بعض وراحت له وزعقت له، وبنعرف ان الحفله دي عشان يعترف للكل انه بيواعد نهى على حسب خطه ام حسن الحيزبونه، لكنه بيرفض. من هنا بنشوف عزه وهي في طريقها للبيت، ولما بتنده لامها مش بترد، بيكون مغمى عليها فبتتصل بالاسعاف بسرعه. حسن اتصل بيها وعرف منها المحنه اللي هي فيها، فبيجري عليها وبيبانوا وهم في المستشفى. بيتم نقلها لاحسن غرفه في المستشفى، وبتكلم عزه حسن وبتعرف ان هو اللي حاسب على كل ده. بعد كده بتفوق ام عزه وبتاخدها وبتتمشى بيها في المستشفى كمان. بعد كام يوم عزة بتروح له البيت وكانوا بيتكلموا في أمان الله، فجأة البومة نهى جت فاستخبوا في الدولاب بسرعة. بعد كده بيقضوا اليوم مع بعض، ولما بيرجعوا البيت بيتكلموا تاني. أما أم الحرباية فعملت اجتماع للشركة ولإذاعة الراديو، طلبت من كل الأعضاء اللي فيها إنهم يطردوا حسن ابنها. بعد كده المنتج بيلاقي في الأخبار إن حسن وهو صغير اتسبب في موت مراهق، لكنه مش بيصدق. في يوم جديد بنشوف عزة وهي في كامل شياكتها وأناقتها، وصاحبتها قفشتها وقالت لها الحلاوة دي بقى أكيد حبيتي. بتقول يا بت هو مين؟ لسه هتقول لها هوب المنتج بيحضر عشان يسمع. بيظهر حسن وهو كمان شيك وأنيق، وبيشوف المنتج مقرب من عزة فبيغير. قال له مش باللمس، في حاجة اسمها بوك. وبيسجل حسن حلقته وكان كله توب التوب. وهو خارج بقى بيجيله اتصال، وكان من مدير أعماله اللي راح له جاري وقال له خلي بالك أمك عاملة خطة عشان تخرجك من الإذاعة وإن الحوار هيتنفذ بكرة. فبيروح لها وبيزعق لها لأنها مش مهتمة خالص باللي بيحبه،
وطول عمرها عايزة مصلحتها اللي هي الفلوس. بس الحرباية هددته إنه لو ما سابش الإذاعة فهي هتأذي عزة. بالفعل تاني يوم بيجي لها خبر من المنتج إن حسن ساب البرنامج، فبتروح تقابله وهو بيفهمها عمل كده ليه عشان ما يخسرهاش. وفي يوم أخدها في فندق عشان يرتاحوا شوية من دوشة الشغل، فبتنسى شوية حاجات وهي خارجة بتلاقي بهيجة اللي كانت بتراقبها، فدخلت بسرعة وشافتهم من فتحة الباب. وقتها إنها هي كمان بتوصل الفندق، وأصر حسن إنه يخرج وعزة معاه عشان تعرف إنه بيحبها وتحل عنه. وبالفعل نهى بتشوفهم وبتضرب عزة بالقلم وقالت لها يلا يا بتاعت الفنادق من هنا. بس عزة ما سكتتلهاش، قالت لها يلا يا لازقة يا ام كرامة ضايعة، الواد بيحبني انا ومش بيفكر حتى فيكي. وقتها نهى اتغاظت وخرجت التسجيل وقالت لها طب اسمعي بقى. ولكن مدير اعماله الواد كريم حاضر في الوقت المناسب وخد التسجيل منها، البت ام غل. وبنشوفها مع كريم اللي طلع هو اللي مديها التسجيل، وفي اعترافات حسن عند دكتوره النفسي وقال لها السبب اللي اديتهولك عشان اعمل لك اختبار، ما كنتش اعرف انك واقحه للدرجه دي. بيبان حسن وهو مع امه وابوه اللي كان سكران، وقال لهم جه الوقت اللي اتبرأ منكم فيه بسبب عمايلكم السودة معايا. فابوه بيضربه بالقلم، قامت امه ضربه ابوه بالقلم، حيله الاقلام دي. بعد كده حسن بيقابل عزه اللي قالت له عايز اعرف حوار صاحبك اللي مات ده، فقال لها حسن انه مات وهو عنده 16 سنه بسببي. وبيرجع فلاش باك لما كان عند صاحبه في المستشفى وكان فرحان لانه تأهل للنهائيات. بعدها الاتنين بانوا وهم بيبصوا على عزه، وخصوصا جي صاحبه اللي اعترف له في الاتوبيس انه معجب بيها، وبالرغم من كده فانا حبيتك برضه، ولما قابلتك جي شافنا مع بعض. وفي اليوم التاني لما اتقابلنا انا اتحركت اتكلم معاه ومشيت، وهو بيعدي الشارع عشان يجيلي العربيه خبطته. من هنا عزه بتواسيه وقالت له كله قضاء وقدر، وبيروح يبات معاها وبيقضوا اليوم مع بعض. وقتها جابت له رسائل من جي صاحبه كان كاتب فيها انه عارف بحبه لعزه وانه مكسوف يعترف لها، عشان كده انا هبعت بدالك الرساله لعزه وعرفها انك بتحبها. بيحزن قوي حسن عليه. من هنا نهى راحت صالحة كريم اللي كان أصلا بيحبها وتم الصلح بنجاح. في الوقت ده بتظهر ممثلة على التلفزيون بتعلن عن علاقتها بأبو حسن، فضحته في كل مكان. بيتم عقد مؤتمر صحفي كان حسن هو اللي بيدافع عن أهله، والمفاجأة إن حسن مش ابنهم الحقيقي وهم اتبنوه. شكر كتير في أمه واعترف بفضلها عليه وإن هو وصل لكده بسببها. من هنا كريم بيكلم نهى اللي كانت بتعيط وأقسمت له إن مش هي اللي خرجت التسجيل للصحافة. بيروح حسن يقف على البحر لوحده وعزة بتروح له بتواسيه. في اليوم التاني بيروح يسجل في البرنامج وبيفتكر كل لحظاته الرومانسية مع عزة، وبيروح حسن يقابل مامته وبيواسيها على الفترة الكئيبة اللي بتمر بيها. وفي اليوم التاني بيروح حسن وعزة المحطة، وهنا بيبان المنتج وهو أمرايا كده وفي آخر شياكته وأناقته، والكل كان مبهور بجماله. بعد كده بيسجلوا حلقة كمان، وبعدها بيقابل المنتج عزة بيعرفها إنه مسافر، فبتعيط وبتكون حزينة لأنه هيسيبهم ويمشوا. بنشوف كريم اللي نهى عملت له طبخة وقالت له دوق بقى عمايل ايدي عشان تعرف اني شاطرة. سبحان مغير الأحوال. بيروح حسن يتعشى مع عزة وامها وبيدخل يشوف اوضتها، فالباب بيخبط وبيكون المنتج اللي مش عاتقهم كان جاي يسهر معاهم لآخر مرة. وبيبان في اليوم التاني وهو في المطار وكان بيبعت رسالة لحسن اللي قال له اوعى تزعل عزة في يوم والا هعمل معاك الجلاشة وهنزل لك مخصوص، انا بقول لك اهو. بيكون حسن جاله المطار اصلا عشان يودعه لانه اعتبره صديقه الوحيد من بعد جي. بيرجع حسن لأمه وبيشتغل معاها بس على مزاجه هو مش على كيفها هي، وبيقربوا لبعض أكتر من الأول. وبيتقابل عزة كمان والعلاقة بينهم بتتصلح. وبيروح حسن للإذاعة وبيسجل كمان حلقة، وبعدها بيقابل عزة وبيتفقوا على الجواز. من هنا بيخلص مسلسلنا. سلام.